البحث عن الحق، ان انا ابقى داخل بذل وافتقار، وان انا ابقى عندي الاستمراريه. ورابع واحده بقى البذل اللي انا بدات بيها، وده كان البذل، انه القران هيحتاج مني اتعب. انا برضو ما كنتش متخيل دي. اتعب دي يعني ايه؟ طيب يعني انت مش قادر تقرا، اقعد استحمل. يعني دي يعني انا مش قادر اقوم اصلي بيه، معلش قوم صلي بيه بقدر معين. بس ساعات انا انا مش متخيل ان انا لازم اتعب عشانه. ما هو انت فاهم قصدي؟ زي اي حاجه في حياتك، زي اي حاجه محتاجه كونسيستنسي. متخيل؟ لا كنت متخيل القران ابسط من كده، هفتح التفسير هتبسط. ايوه طب ايه فتحت تفسير انا مش مبسوط، ماشي حاجة. اتفضل اقرا. انت مش بتقرا عشان تتبسط، طب تقرا عشان تبني حال مع القران. وفي مراحل من الحال مع القران مش هتبسطك، ويعني لازم، وزي الحفظ هو عندي النهارده تسميع طب ماشي، ما انت مش مبسوط انك هتروح تسمع، اقعد احفظ. الموضوع محتاج بذل وجهد. اللي عايز ينزع بقى الموضوع البذل والجهد ده انا بتكلم على الحاجات اللي عطلتني انا مع القران. هو ده منطقي جدا. الثلاث حاجات دول عطلوني تماما. لما حبيت في اي مرحله حبيت ازود الاستمراريه، كل مره خلص رمضان، فاهم؟ السنه دي انا عندي سنه كامله، فاهم؟ طب كل يوم ايه، طب كل يوم صفحه، طب كل اسبوع ربع، مفيش استمراريه، فاهم؟ تيجي للبذل اروح من هنا مثلا نعمه، مش قادر امسك انا حاسس الايكويشن الثلاثيه دي، الافتقار والاستمراريه والبذل، هي المعطله والاستمراريه والبذل. هو الحته بتاعت الاستمراريه دي ازمه كبيره جدا عندي في حياتي، واكيد عند ناس كتير، فكره الكونسيستنسي. وكلنا عندنا حاجه في حياتنا احنا ضايقين فيها حوار ان احنا استمرينا عليها ودوقنا او لمسنا الاثر بتاعها، سواء بتروح جيم، سواء بتصلي. ايه رحتش الجيم ولا ايه؟ بس دافع الاشتراك والله 3 شهور ما شاء الله. الذكاء على صحتي بذكاء بدفع الاشتراك. هو ده الابتلاء. انا عمري ما عديت الجنرال يعني ما شاء الله. بفضل في الجنرال، ويعني عمري ما دخلت برنامج يعني نفسي اعدي مرحله الجنرال. عملت الماجستير في الجنرال خلاص. يعني كلنا فعلا كلنا عارفين الاستمراريه بتعمل ايه. وكنت لسه سامع قريب، هنعرف منين الاستمراريه بتعمل ايه؟ ما هو انت مثلا عارفينها بنشوف الناس بنشوف اللي عملوها. انت مثلا في الجيم ما جربتش مثلا يعني بس جربت في حاجات تانية مثلا يعني لعب الكوره مثلا، بتلعب كل اسبوع 16 مره مثلا، عارف؟ فانت ضايق ده في الكوره ما شاء الله، فاهم؟ بتعرف تلعب كويس. لا وانت شايف اثر ده، يعني اثر اللي قال لك الاستمراريه انت شايف اثر ان هو في الاخر وصل قد ايه في القران، وقرا قد ايه، وعمال يقول لك اقرا الدوره حاجات كلها عن وعدى مرحله بقى تدبر الصور، بقى يبحث بقى في اللغه نفسها وفي النحو وفي البلاغه ما هو خلاص عايز فاهم الطروف. فاكيد انا لسه سامع حاجه كده فرقت معايا جدا، انه المجاهده مجاهده النفس هي ان انت تعمل اللي عقلك بيقول لك عليه، مش اللي قلبك بيقول لك عليه، مش اللي انت حاسه. تمام. فانت دلوقتي مش قادر تصلي، فده قلبك بيقولك، او انت مش حاسس بس انت عارف ان انت لو قمت النهارده هتكسر حته زياده، هتساعدك بكره اكتر، هتساعدك بعد اسبوعين اكتر، عارف؟ فالمنهج ده او النهج ده في التعامل مع اي حاجه اصلا في الحياه. وانا بقول ده وانا اصلا فاكسان في الاستمراريه، بس انا بحاول اعمل ده دلوقتي مثلا في الفيديوهات على اليوتيوب. ان انا بحاول حتى لو انا مش قادر، حتى لو انا حاسس ان انا فاكسان، حتى لو انا مش عارف ايه، هنزل فيديو كل اسبوع ان شاء الله، ماشي؟ فانا متخيل ان ده في القرآن مفيش شك انه ان هو ده الحل. كويس.